Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. العرب كيسميوني الكاهنة، يعني الساحرة. كيعرفوا بأني كنتحدث معكم وانتم كتسمعوا لكلامي. كيندهشوا ملي كيشوفوا مراه هي اللي كتسيركم، حيت هما تجار وعبيد. كيحجبوا النساء ديالهم باش يبيعوهم بأحسن ثمن. أجمل بنت بالنسبة لهم كيعتبروها سلعة. كيحرموا عليها تكلم أو يسمع لها شي حد، وكيتصدموا ملي كيشوفوا مراه حرة. أنا في نظرهم هي الشيطان. أصلي وجذوري من أرض المغرب الشرقي، هاد الأرض اللي سكنتها قبائل أمازيغية منذ عصور ما قبل التاريخ. هاد الأرض هي مملكة نوميديا القديمة. أنا هي الابنة الوحيدة ديال الزعيم تبات بن تيفان، سيد قبيلة جراوة العظيمة. الكاهنة الا بغينا نوضعوها في الزمان ديالها، ما كايناش هاد الحدود اللي كاينه الان، الجزائر وتونس وليبيا ما كايناش. يعني كاين واحد مجموعه ديال الكونفدراليات وقبائل، المقاسم المشترك ديالها هو الامازيغيه. وثم تنعرفوا بانه في هذه المنطقه هذه ديال شمال افريقيا يعني تحركات ديال القبائل الكبرى اللي كانت ديك الساعه هي صنهاجه ومصمودة وزناتية. شمال افريقيا بصفه عامه قليل فاش كنلقاوها هادئه من الناحيه التاريخيه. منذ الشعوب القديمه الى وصولا الى مجيء العرب كان دائما ترقب وحذر، ولذلك كنلقاو الناس كلهم قبائل محاربه. الكل تعرف بأن عملية فتح إقليم أفريقيا البيزنطية كان من المراحل الأكثر خطورة اللي رافقت التوسع العربي في المنطقة خلال القرن السابع الميلادي، لأنها تأثرت بأزمات الخلافة الإسلامية في المشرق، وكذلك بالمحاولات ديال المقاومة والتصدي اللي اشتهروا بها السكان الأصليون ديال الأقاليم اللي غادي تسمى من بعد إفريقيا. من خلال هذه المقاومة الاسم ديالي هي غادي يصبح عند العرب هو الكاهنة. ما عرفناش واش الاسم ديالها داهية أو دهية، ولكن اللي كيأكد لنا التاريخ المعاصر هو أن اللقب ديالها كاهنة، اللي كيعني النبية الكاهنة والساحرة. تعرفات في ديك الفترة على أنها كتملك قوى خارقة. كنعتقد باللي الترجمة ديال كلمة الكاهنة بالمعنى ديال الساحرة فيه نوع من التحقير، في الوقت اللي المعنى ديالو بكل بساطة هو دامية، اللي كتعني بالأمازيغية المرأة اللي عندها بعد النظر. هاد المرأة كانت عندها واحد الهيبة اللي غادي تخليها توقف في وجه الفتوحات ديال العرب. اللي ظهر في المصادر من خلال حياة الكاهنة وعلاقتها بالعرب وكيفاش وصفوها، ظهر لهم أنها عندها قدرة على التنبؤ وقدرة على التكهن، اللي شافوه أن السيدة كانت تخبرهم بأشياء ستقع وفعلا وقعت. غادي نشوف محبوبي كيموت 2 مرات. المرة الأولى كان غير حلم تخيلته وأنا فايقة ملي كان عمري 16 عام. هذاك النهار بالضبط عرفت بلي المصير ديالي مرتبط بهذا الراجل اللي هو كسيلة. كان هنا قدام عيني كيحتضر من بعد ما تلقى ضربة من محارب عربي، من هذوك اللي كانوا كيزرعوا الرعب في النفس ديال الأب ديالي اللي كان زعيم أمازيغي، واللي قاوم البيزنطيين اللي كنت غير كنسمع عليهم. في هذا الحلم شفتوه هو كيختفي في النار، ومعه جزء كبير مني ضاع حتى هو في النار. هادشي شفتو عيني واخا ما عمرو وقع. المستقبل ديالنا باين غادي يكون مضطرب. كنت كنشوفو في الألسنة ديال النار وهو كيموت بشوية بشوية. هذا الراجل اللي كان غادي يصبح من بعد أسطورة كتحمل اسم كسيلة. كسيلة
كوسيلا هذا الاسم يمكن يخلق مشكل في المعنى ديالو حيت تعرب، وشخصيا كنظن باللي الاصل ديالو امازيغي هو اك سيلا، يعني ابن سيلا. كوسيلا كان هو الزعيم اللي يعني حكم واحد الرقعه كامله لما كانت ديهيا او الكاهنه فقط في ليزوريس، كانت حاكمه ديال ليزوريس، وهذا معناه ان كانت النفوذ ديال اكسل اكبر. هذا معناه اذن انها بدون شك كانت من القوى اللي تحالفت مع كوسيلا في الحروب ديالو، لان هذه المنطقه هذه الاورس كانت داخله تحت النفوذ ديال اكسل في المرحله اللي انتصر فيها. اذا هذه السيده جاءت من منطقه كانت معروفه انها بالمقاومه الشرسه لكل الذين ارادوا مثلا الاستحواذ على المنطقه. ملي كان في عمري 8 سنين كنت كنشوف النفاق والتملق بين الزعماء ديال القبائل. الاب ديالي كان كيحكي واحد النهار وقال بلي الجرس ديال الانذار راه دق القرطاجه البيزنطيه وكيعلن بلي جيوش العرب راه ماجيه. شنو كتعني كلمه عرب؟ من هذاك النهار صبحت هذه الكلمه هي موضوع الحديث في الاجتماعات ديالهم، وصبحت كلمه مألوفه ومجرد النطق بها كيطير النعاس من العين. ولهذا أصبح الأمر كيتطلب توحيد الصفوف من أجل مقاومة العرب. العصر ديال الأمازيغ في ذاك الوقت عرف كثير من الانقسامات، واللي كان من الأسباب ديالها هو طرق العيش ديال الأمازيغ اللي كانت مختلفة، فيهم اللي كانوا رحل وفيهم اللي كانوا مستقرين. وبلا شك داهية كانت هي الملكة ديال الأمازيغ الرحل. الرابطة الاقتصادية بين قوسين هي اللي كانت كتجمع بين هاد الناس، لأن كانت مصالح مشتركة، لذلك تلقاهم في الدفاع المشترك ضد كل غريب كيطمع في هاد الموارد وفي هاد الخيرات، خاصة أن بلاد المغرب كانت معروفة بخيرات طبيعية هائلة جدا. متحسنين في القيروان، الجنرال والقائد العربي عقبة استطاع باش يحول المدينة اللي أسس لواحد القلعة كتضم 10,000 فارس. هاد المدينة اللي خرجت من قلب الصحراء كانت كتعني المخيم باللغة العربية، ولمدة 5 سنين عرفت القيروان وقرطاجة واحد المنافسة شديدة خلاتهم يراقبوا بعضهم البعض، وكلنا كنعرفوا باللي السلام بيناتهم عمره قصير، وغادي يجي واحد النهار وغادي يولي في خبر كامل، حيت العرب كانوا دائما كيطالبوا بالمزيد من الجيوش من سوريا ومصر. الاب ديالي ومعه جميع الزعماء الامازيغ كانوا كيحاولوا يوضعوا حد للاطماع العربيه، وكان الحل الوحيد هو انهم يتوحدوا تحت الرايه ديال كوسيله. هناك مناطق اللي كيتكلموا عليها المؤرخون انها داخله في معاهدات مع البيزنطيين، بمعنى فيها نوع من الهدوء وفيها واحد يعني الاتفاقيه او اتفاقيه هدنه او شراكه او غير ذلك بين البيزنطيين والامازيغ. وهناك مناطق اللي بقات فيها الحروب وبقات فيها المواجهات الحربيه. اذا الخريطه كانت هكذا، كانت مختلفه، ما كانش كلها وضع واحد من المغرب الى مصر، كانت مختلفه حسب السياق وحسب المناطق. كنت في بدايه الفطام ديالي ملي قرر الاب ديالي باش يفصل بيني وبين المرضعه، وهكذا خرجني من العالم ديال النساء باش يخصص لي تربيه كتليق بوحده غادي تكون زعيمه في المستقبل. ما كاينش نص تاريخي كيتكلم على الطفوله ديال الكاهنه، ولكن اللي ممكن نستنتجوه من النصوص التاريخيه المتواجده هو ان الكاهنه تلقت تكوين ديال يعني ابناء الزعماء، ابناء القاده، لان الاب ديالها كان يعني ملك، وبالتالي هي ورثت يعني المنصب عن الوالد ديالها، وهذا معناه انها غتكون تلقات تكوين عسكري وتكوين ادبي ويعني في الثقافه ديال ابناء القاده والملوك ديال هذاك الوقت. كانت متمردة وجذابة ملي كانت مازال باقا طفلة، والطفولة اللي عاشها كانت خاصة وكتختلف بشكل كبير على النساء اللي عايشين في الجبال.
الأم ديالها كانت كتمنى تكبر بنتها باش تصبح زوجة صالحة، تعلم كيف تصوب الكسكس مثلا، إلا أنها ما كانتش مهتمة بهذا الشيء، ولا كانت كتفكر في أنها تصبح زوجة صالحة، بحال مثلا كيفاش تكون امرأة كتعتني بأمور البيت ديالها. فهي كانت كتفضل تخرج للصيد وتمشي للغابة وترافق الوالد ديالها، ولكن هو كان دائما كيرفض. فكان رد الفعل ديالها واحد المرة وحسب مجموعة من الحكايات هو أنها امتنعت عن الأكل حتى عطاها الأب ديالها الإذن باش تبدا تخرج تعلم الصيد. go and learn hunting. ملي وصلت ل 16 عام وفي الحضور ديال جميع المحاربين والناس الكبار ديال القبيله، الاب ديالي غادي يعترف قدامهم باني الوريثه الوحيده من بعده. صحيح ان الاب ديالي كانوا عنده ابناء تانيين منهم ذكور من العشيقات ديالو، ولكن كنت الوحيده اللي كانت من سلاله ديال الملوك. She was very close. كانت مقربة من الأب ديالها وكانت كترافقه في الجولات اللي كيقوم بها، وبهالطريقة ولات راكبة خيل ممتازة. عوض ما تنشغل بمشاكل النساء وواجبات البيت كانت دائما كتمشي لعند أم زمرة، وهاد السيدة أم زمرة هي المرضعة ديال الأب ديالها والمرأة اللي كانت كتجمع كل القصص اللي كتكلم عن القبائل الأمازيغية، وكانت كتعاود لها أساسا قصص كتير على أمغار اللي كان جدها وعلى أمجاد القبائل الأمازيغية. ومع الوقت هذا الشيء كون عندها إحساس بالوطنية الأمازيغية، واللي أنا متأكدة أنه أثر فيها بشكل كبير وجعل منها قائدة عظيمة في القبيلة ديالها. She was in her tribe. جميع المحاربين والناس الكبار ديال القبيله اللي كانوا حاضرين رفعوا يديهم ووافقوا وباركوا الاختيار ديال الاب ديالي. من هذاك النهار أصبحت رسميا أنا الوريثة ديال الأب ديالي. هو مجيء العرب والمسلمين إلى شمال أفريقيا كان في سلسلة أو حلقة في سلسلة طويلة اللي هي ما يسمى بالفتوح. كانت فارس، كانت مصر، كانت أمور أخرى، الشام إلى آخره. فكانت فتح شمال أفريقيا أو الوصول إلى بلاد المغرب كان هو غير واحد الحلقة من سلسلة طويلة ديال سلسلة الفتوح. في العهد ديال الخلفاء الراشدين كانت مجموعة من المخاوف اللي كتمنع إرسال الجيوش لشمال إفريقيا، اللي كان عمر بن الخطاب كيسميها المفرقة، يعني مصدر التفريق والانقسام. دونك سورس دو ديفيزيون. لأن عمر بن الخطاب لما تقالت له المعلومات الأولى على شمال أفريقيا ما كان يسمى بلاد البربر، فتهيب أنه يدخل في هذه البلاصة اللي ما كيعرفهاش، وقالوا له أنها شعوب كثيرة وملوك وكذا، فنهى عن الخوض في افريقيا ديك الساعه وتراجع وبقى عند حدود مصر، لان عمرو بن العاص دخل لمصر، بقات مصر فقط اللي تابعه للخلافه. الامويون هما اللي غادي يبداو الحملات ديالهم على شمال افريقيا، بالخصوص ليبيا، تونس، ثم الجزائر، المغرب بعد ذلك. الغريب أنه في النهار اللي كسيلة وجه النداء الأب ديالي باش يحارب معاه ضد العرب اللي كانوا قربوا كتير من قرطاجة، ترجيت الأب ديالي باش نرافقه، ولكن رفضت بالرغم أني كنت الوريثة الوحيدة ديالو، ومع ذلك ما خلانيش نرافقه لأرض المعركة. الأمويون ما جاوش بالأساس حاملين أهداف دينية، أو لا كان الغرض ديالهم ينشروا الدين الإسلامي بين الأمازيغ، ولكن كان هدفهم هو جمع الجزية، يعني الضريبة اللي كانوا كيخلصوها اللي ما كانوش معتنقين الإسلام. لامبو دو لا جيزيا. في الوقت اللي كان الاب ديالي كيستعد باش يبعث الرسل ديالو اللي غاديين يجيبوا ليه الاخبار من القيروان، كنت كنترجاه باش يخليني نمشي معاهم. كسيلة كان معاهم منذ سنوات، ولكن الاب ديالي ما كانش مطمئن، وكان مره كيرسل الرجال ديالو باش ينقلوا ليه الاخبار من هاد الجبهه الشرقيه. كان عنده احساس بان هاد الهدنه ما غاديش تستمر الى الابد، واكيد غادي يوصلوا للمملكه ديالنا.
بأن الولاة الأمويين الآخرين كان الهم ديالهم هو ياخذوا الجبايات وياخذوا الرقيق والسبايا ديال النساء والأطفال باش يصيفطوهم للخليفة. وهذا كان كيجعل أن الولاة الأمويين كيقهروا الناس باش يزولوا منهم القطعان ديال الماشية والذهب والفضة والرقيق. كانوا كيقهروا الناس وكيعاملوا الناس معاملة قاسية، وهذا يؤدي إلى ثورات ويؤدي إلى هزيمة العرب الأمويين، الشيء اللي كيحتاجوا فيه 5 حتى 8 سنوات باش يعاودوا يوجدوا حملة أخرى. ولما كيجيو ثاني كيسيطروا كيجيو عاود كيطالبوا الخلفاء بالغنائم، كيتقهروا الناس ثاني، عاود كيوقع. وهذا هو اللي سموه المؤرخون ارتداد الأمازيغ، أنهم ارتدوا 12 مرة كيف قال ابن خلدون. هو ماشي ردة عن الدين، هو تمرد ضد البطش وضد الاستبداد وضد القهر بطبيعة الحال. علاش ما كانش هاد الغزوات وهاد الفتوحات ما كانوش قبل الإسلام؟ إذا هناك عامل جديد اللي هو أنه ظهر دين جديد، وهاد الناس تحملوا عبء أنه يوصلوه للناس ويبشروا به. يعني المستجد الوحيد هو هذا، لكن عنده مخلفات كما قلت وتابعات اقتصادية وغيرها. ولما جات الحملة الأولى ديال الغزوات العربية بطبيعة الحال كان وجهها أكسال، وفي الآخر يعني عمل واحد الاتفاقية مع يعني أبو المهاجر دينار اللي هو كان من الولاة ديال الأمويين، واللي كان خدا واحد السياسة جديدة مع أمازيغن اللي هي سياسة ديال المهادنة وديال المعاملة المزيانة. وكسب أكسل ولا معاه، يعني ولا يعني من الناس اللي معاه في التسيير وكذا. في هذا الوقت هذا ديال ابو المهاجر دينار ما بقاوش الجبايات بزاف كيمشيو للخليفه، وما بقاش لي زيسكلاف والرقيق كيمشيو. أمازيغن صبحوا في عدد منهم اعداد كثيره مسلمين، وما بقاش ممكن لي يطبق عليهم السياسه ديال التخميس، اي تقسيم الغنيمه الى 5 أقسام، ما يسمى تخميس البربر. وهنا اضطر الخليفه باش يصيفط عقبه بن نافع لتنفيذ السياسه ديال تخميس البربر اللي رفضها ابو المهاجر دينار. في الوقت اللي حكيت للاب ديالي ذاك الحلم اللي شفت فيه كسيلة كيموت بالنار وكيتلقى الضربه من المحارب العربي، غادي يقرر يخليني نسافر. بالنسبه لي غادي نستطيع نعرف عن طريق واحد الجاريه من القيروان من بعد ما عطيتها بعض الجواهر بان كسيلة اعتنق الدين الاسلامي وصبح هو المستشار ديال ابو مهاجر دينار. في المقابل ابو مهاجر دينار غادي يامن ليه الحمايه ويسهل ليه التنقل ديال القبائل. وكانت بعض الاشاعات اللي كتقول باللي ابو مهاجر دينار تمت المنادات عليه باش يمشي لدمشق، وفي نفس الوقت الخليفه غادي يعوضه بعقبه. عقبه بن نافع هو القائد الاموي اللي كان جاء الى شمال افريقيا او الى المغرب الكبير في حملتين، الحمله الاولى ثم الحمله الثانيه اللي كانت في عام 62 الهجره في زمان يزيد بن معاويه، واليه تنسب تاسيس مدينه القيروان في تونس، وايضا اليه ينسب فتح المغرب الاقصى. بحث لي الجاريه القيروانيه بواحد السر وقالت لي باللي هاد الايام الامور في القصر ماشي على ما يرى، واللي تخلينا بسهوله نفهموا باللي عقبه كيحضر لشي حمله وكيقول باللي عنده رغبه كبيره باش يدير واحد الفتح من افريقيا حتى المحيط باش يرفع فيها اسم الله. عقبه بن نافع عرف بالقسوه ديالو، وعرف ايضا بتفضيل العنصر العربي على الاقوام الاخرى، بحيث أنه كان في خطابه لا يتحدث عن المسلمين، كان يتحدث عن العرب. أنا ما تلاقيت مع كسيلة حتى وصل السن ديالي 18 عام، حيث هو كان من هادوك اللي اعتقلهم عقبة، بالرغم أنه كان صديق ومستشار ديال أبو دينار مدة سنوات فاتت. هو اللي اعتنق الإسلام كيف ما سبق ليه واعتنق المسيحية، غير باش القبائل اللي كتعيش تحت السلطة ديالو تعيش في سلام. هذا ما جا في الرواية ديال الجارية القيروانية، ومع ذلك لقاو عليه القبض. هنا غادي يوقع مشكل بينه وبين كسيلة، لأنه غادي يهين كسيلة، وأبو المهاجر دينار غادي ينبهو يقول له خصك تعامل كسيلة، راه زعيم القوم ديالو، خصك تعاملو مزيان باش نكسبو أمازيغن. هو عمل العكس. عقبة عذب كسيلة بالقياس، كان كيربطو مع الحصان ديالو كيجرجرو في الأرض. هكذا كان عقبة كيعجبو يعمل مع الأسرى ديالو. هادشي ما كانش كيبشر بالخير،
حيت هو ما يقدرش يصمد مده طويله. اما انا فكنت كنتاسف على هذا المحارب العظيم اللي ياما حلمت به وانا باقا طفله صغيره. وهذا الجنرال العربي اللي كيتسمى عقبه انقلب على كسيله حيت ما كانش يقدر يفعل نفس الشيء مع ابو دينار. وهكا غادي عقبه يعلن الحرب عليا، واكيد غادا نشارك فيها باش نحرر نصفي الثاني، وهاد المره بلا ما نطلب الاذن من الاب ديالي. كسيله غادي يعانق الحريه. وفي اللحظه اللي تلاقاو عيني مع عيني لقيت راسي داخله مع الجنود البيزنطيين اللي جاو هاجمين على عقبه وعلى الجنود ديالو وقطعوا عليهم الطريق. عقبه هرب من ارض المعركه وخلى موراه الاسرى ديالو. عقبه كمل الفتوحات ديالو في اتجاه المحيط، واكيد غادي ياخذ في الطريق ديالو امراء الحرب، وغادي يقوم باسترجاع الاسرى اللي ضاع الكبرياء ديالو اللي تجرح مع كسيله. من هذا النهار كسيله صبح عنده هاجس واحد هو الراس ديال هذاك الجنرال العربي اللي قام بالاهانه ديالو. وهكذا انا وكسيله اليد في اليد كنتظروا الرجوع ديال عقبه. وهذا ادى لانقلاب كسيله على عقبه بن نافع الفهري، وقتلوه في المضيق ديال بسكره، وقتل جميع الناس اللي كانوا معاه لانه كان جاب جيش كبير. وكانت هذه النهايه ديال عقبه بن نافع اللي هي نهايه ماساويه بسبب هذيك المعامله مع كسيله. هنا برز النجم ديال كسيله في التاريخ، لانه غادي يحكم في القيروان 5 سنين من بعد الوفاه ديال عقبه بن نافع. بمناسبة الزواج ديالنا كسيله غادي يقدم لي هديه عباره عن العمامه اللي زول من فوق راس عقبه. اخيرا الاب ديالي تبيثا لقى محارب في المستوى ديال بنته، ووافق على الزواج ديالنا اللي احتفلنا به في القيروان بطبيعه الحال. تقيروانت هو الاسم الامازيغي الجديد ديال مدينه القيروان، هذه المدينه اللي اختارينا نستقروا فيها من بعد ما صبحت هي العاصمه. وباش نردوا الثأر لعقبه قررنا باش نحتفلوا بزواجنا. كنا وقت ما مرينا من شي قبيله الا واعتبرونا انا وكسيله ملك وملكه افريقيا. نسينا كل النزاعات واسترجعنا الاراضي ديال الشعب الامازيغ من جميع قبائل الشاويه، من الاوراس حتى الزيان في الاطلس المتوسط. كانوا كيجيونا الهدايا ديال زواجنا، وفي نفس الوقت كيقدموا لنا فروض الطاعه والولاء. كنا حنا بجوج عارفين باللي هاد الافراح ما غاديش تبقى ديما، ولكن رغم ذلك دامت 5 سنين تقريبا فرحت فيها ب3 ديال الابناء، 2 ذكور، إفران ويزدية، وبنتنا الصغيره خنشله. من بعد غتجي الحمله الاخرى ديال العرب اللي غادي يموت فيها، يعني بالخصوص الحمله اللي زعمها ابن قيس البلوي، وغادي يموت فيها كسيله، ولكن غادي يبقى الاسم ديالو مخلد في التاريخ ديال هذه الفتره هذه. ملي وصلني خبر الموت ديال الاب ديالي في جبل الاوراس كانوا العرب كيحضروا الهجوم على القيروان باش يسترجعوها. انا رفضت نمشي في هذه الفتره بالذات حيت كان فيها اضطرابات، ولكن كسيله ترجاني باش نمشي نتوادع مع والدي ونقدم ليه الابناء ديالي، وانا وافقت على هذا الطلب. ملي وصلت انا والابناء ديالي لعند والدي اللي كان كيحتضر وصلني هذه المره الخبر ديال المقتل ديال كسيله. البيزنطيين تخلاو عليه، هو ما عرفش يقاوم الهجوم ديال الجنرال العربي. قرطاجه نجحت في المقاومه في الوقت اللي فشلت تقيروانت. كيفاش غادي نغفر هذا الذنب لنفسي؟ هادشي اللي وقع سبق ليا شفتو وعارفه من زمان، ولكن ما كنتش هنا. انا شفت الاب ديالي وهو كيموت من بعد ما كبر في السن، ولكن ما شفتش زوجي كسيله كيموت في ارض المعركه. من بعد الموت ديال كسيله الملكه ديهيا او لا داميه او لا الكاهنه، سميوها كما بغيتو، هي اللي غادي تاخذ المشعل وغادي تصبح هي حاكمه الاوراس. غادي تولي زعيمه ديال الامازيغ، غتولي زعيمه وطنيه مادام الهدف هو الدفاع عن الارض. وهنا غادي توسع نوعا ما المجال ديال النفوذ ديالها. Thanks to her كاريزما، بفضل ديك الجاذبية ديالها وطبعها اللي كان متمرد، إضافة إلى كونها البنت كانت كتنتمي لأفراد قبيلة جيراوة، فهي قدرات تنجح في اكتساب المصداقية بين أفراد المجتمع اللي كيعيش في القبائل الأمازيغية. وهكذا استطاعوا يتوحدوا بفضل كاهنة، الشيء اللي سهل عليها تولي قصيلة
وبالتالي شكلت ائتلاف بين القبائل الأمازيغية. لذا في بعض الأحيان نجد أن الكتابة التاريخية تلقبها بالداهية، يعني أنها ذكية ولديها دهاء سياسي وحنكة سياسية، لأن لكي تتوحد قبائل بهذا الحجم يعني ليس هين على امرأة في تلك الفترة. يعني هذا يعني أن كان هناك دهاء وحكمة ومجموعة من المميزات التي ميزت هذه الشخصية. في الوقت اللي كانوا حضارات كثيرة ما كتعترفش بالمرأة، كانت الكاهنة ماشي فقط ملكة كتحكم، ولكن كانت في نفس الوقت رمز ديال المقاومة، الشيء اللي جعل منها بلا شك مصدر ديال الإلهام بمعنى أو بآخر. L'ego collectif, incontestablement. فلما نقارن الكاهنة كقائدة نقارن معها رجال قادة أيضا. عندنا نساء أخرى في ميادين أخرى اجتماعية وثقافية، عندنا فاطمة الفهرية، عندنا كنزة، عندنا زينب النفزاوية إلى آخره، وعندهم دور في السلطة وفي تسيير من داخل البلاط وكذا. لأن المرأة ممكن ربما عادي جدا أن تبدع في مجالات السلم، لكن أن تبدع في مجال الحرب ربما هذا الذي دفع بالمعجبين أنهم يخلدوا الكاهنة في أعمال فنية وأعمال ثقافية. نلاحظ هذا في كثير من الكتابات. هو الأولين اللي انبهروا بالشخصية الكاهنة في المرحلة المعاصرة في القرن العشرين هم الباحثون الفرنسيون، لكن هاد الصورة هذه اللي عطوها الفرنسيين تم التأويل ديالها على أنها إيديولوجيا ديال المستعمر، بمعنى التأولات على أن الفرنسيين اهتموا بالكاهنة باش يقولوا لي بربر هانتم راه عندكم دي غوا قدام باش يحرضوهم كونتر لي زاغاب باش يخرقوا التقسيم، بمعنى تفسرت هكذا. ولكن في الحقيقة لما كنرجعوا لهذيك النصوص ونقراوها سونز ايديولوجي، يعني بواحد الشكل محايد، كنلقاو أن هاد الناس خرجوا لنا واحد الشخصية نفضوا عليها الغبرة ديال التاريخ وديال الزمان وعطاوها لنا كيف هي من خلال لي تكست، من خلال النصوص ديال ليستوار. كنوجدوا مثلا كاتب ياسين في الجزائر اللي خصص لها جزء مهم في الكتاب ديالو نجمة. Les Arabes m'appellent Kaïna, la sorcière. Ils savent que je vous parle et que vous m'écoutez. Ils s'étonnent de vous voir dirigé par une femme. C'est qu'ils sont des marchands d'esclaves. Ils voient leurs femmes pour mieux les vendre. Pour eux, la plus belle fille n'est qu'une marchandise. Ne faut surtout pas qu'elle parle quand l'écoute. Une femme libre les scandalise. Pour eux, je suis le diable. Nous avons le grand écrivain خير الدين. وكنوجدوا كذلك الكاتب خير الدين اللي وضعها على رأس الحركات الشيوعية. خلاصة القول هو أنها ديما حاضرة في الذاكرة بمعنى أو بآخر. إذا لاحظنا بأن مثلا نساء الجبال أو المناطق الجبلية المرتفعة كلهن شديدات، إذا كاين واحد الشدة واحد الحزم، على اعتبار أن المرأة في بعض المناطق ما زالت إلى يومنا هذا تتبوأ مكانة داخل القبائل، معروفة هذه. هناك مثلا إلى فترة قريبة أن المرأة كانت هي التي تفض النزاع، أننا نجد مثلا حتى في التراث الفولكلور الأزيج، وكاين هناك مجموعة من الأغاني كانت من أو الرقصات من أجل الحرب، والمرأة القروية والجبلية احتفظت بهذا التراث إلى يومنا هذا. من بعد الموت ديال كسيلة دازت عليا 3 شهور، كان صبري فيها كينقص شوية بشوية، ما بقيتش مازال قادرة نتسنى العرب. لهذا قررت باش نخلي الأبناء ديالي عند واحد المربية ونمشي لقرطاجة. هناك غادي نكون في باب الأحداث، ومن تما غادي نتسنى المساعدات اللي غادا توصلني من عند باسيليا جوستينيان إمبراطور بيزنطة الأكبر، اللي سبق ليه وعدني باش يرسل لي الجنود باش ندافع على قرطاجة. كنت عارفة بأن أبو النعمان استولى على الأحياء ديالو في تقيروانت اللي ولات القيروان، وها هي نار الحرب بدات كتكبر في ظرف شهور. المعارك الرئيسية اللي خطها الكاهنة ممكن المصادر تحدث على معركتين كبيرتين، 2 معارك كبيرة.
وكلهم ضد الأمويين بطبيعة الحال. وكان حسن بن النعمان يعني الرقم الكبير فيها. دازت شهور وفهمت باللي حتى حاجة ما غادي توصل من روما البيزنطية، وما بقى لي غير نعول على القوم ديالي. قرطاجة يوم من بعد يوم بدات كتفقد البريق ديالها، وإمبراطور بيزنطة جوستينيان تحالف مع قرطاجة أكثر ما تحالف مع إفريقيا. غادي نقوم بجولة في القبائل باش نسترجع التحالفات القديمة، وهكذا الجنود ديالي غادي يرجعوا يتكونوا جنود أصلهم رعاة ومحاربين. التجربة ديالهم قليلة ولكن كانوا متحمسين باش ما يخليوش الدم يسيل فوق الأرض ديالهم. ومجموعة من المراجع أو المصادر الأدبية تحدثت أنه لما دخل الفرسان العرب إلى المنطقة سألوا عن أهم الملوك أو الأشخاص الموجودين في المنطقة، فكان الجواب ديال الساكنة أن هناك امرأة معروفة بالكاهنة. الناس قالوا لحسان أن كاينه واحد المرأة تما كيخافوا منها الروم، وحنا كنعرفوا بأن الروم كانوا متجاورين مع الأمازيغ. الروم كيخافوا منها والأمازيغ كيطيعوها، فإلا قدرتي أنك تقضي عليها فراك حكمتي المنطقة كلها. في هذاك الوقت الجواسيس ديالي بقاو في تقيروانت باش ينقلوا لي الأخبار، وأنا بقيت محافظة على الخطط القديمة اللي تعلمتها من الأب ديالي باش نلتقط الأخبار اللي غادي تنفعني في المستقبل. وهكذا عرفت باللي ابن النعمان باقي كيجمع في القوات اللي ترسلت ليه من دمشق. هاد القوات اللي العدد ديالها 40,000 رجل، قرر باش يقسمها لجوج ديال الصفوف. صف غادي يتوجه باش يحاصر قرطاجة، والصف الثاني غادي يتوجه لطرابلس. كنا قلال بالمقارنة معهم، ولكن المهم هو أن الخطوة الأولى للنصر كتعتمد على النظرة المسبقة للعدو. ها أنا كنسائل ألسنة النار من جديد، حيث كل الأخبار بالنسبة لي كتبقى مهمة. الكاهنة حاربت باستماتة قيادة وممارسة. هي يعني ماشي غير أنها كانت قائدة للحرب، لكن كانت تمارس أيضا كما يمارس القائد دائما، ليس بالضبط حمل السيف والدخول في كذا، وإلا فالقائد دائما يبقى في، لكن أنها كانت توجه وكانت تحمس، وكانت عندها واحد كاريزما قوية جدا اللي خلاها أنها يكون عندها أتباع ويكون عندها ناس ديالها ومخلصين. كنا تقريبا 5000 جندي. كنت مستعدة لمعركتي الأولى وكانت كل الظروف مناسبة. هناك مؤرخون كيتكلموا، وهذا معطى مهم جدا، على أن الكاهنة في الحروب ديالها كانت كتسبقها رموز منحوتة من الخشب. في الحقيقة هذيك الرموز المنحوتة من الخشب ما هي إلا رموز وثنية ديال الآلهة الوثنية، إما تانيت وإما أمور وإما أمون، يعني الآلهة الوثنية اللي معروفين في هذاك الوقت في شمال، من مصر إلى شمال أفريقيا. كاين بعض الكتابات اللي تتبين بأنه أمون يعني في مصر، اللي هو في سيوة، اللي هي الآن في واحة في مصر، تتكلموا غير بالأمازيغية. وأمون حنا تنعرفوا بأنه هو واحد المعبود اللي الإسكندر المقدوني ملي بغى ينشر الحضارة اليونانية في شمال إفريقيا وفي آسيا، مشى حتى لأمون اللي هو في الصحراء، اللي ما سهلش حتى لأنه ديك الساعة تيأمنوا بالحلم وما يتعلق بالحلم، وفي نفس الوقت مثلا السحر. لكن أيضا بعض المؤرخين كيقولوا بأنها كانت على دين المسيحية. واحد الإشارة وردت في بعض المصادر أنها في اليوم اللي كانت تستنفر القوم ديالها ضد العرب كانت تحمل صليبا. Regarding her religion, فيما يخص الديانة ديالها، ابن خلدون قال في الكتب ديالو أنها كانت يهودية، كتنتمي لقبيلة يهودية أمازيغية، ولكن كان هناك جدال قائم
لأن بعض القصص كتقول أنها كانت كتمارس شعائر خاصة بقبيلتها في ديك الفترة. الحاجة الوحيدة الأكيدة هي أنها كانت متمكنة من فنون الحرب، فهي كانت جنرالة وجنرالة بمعنى الكلمة. طلقت القوات ديالي ضد القوات ديال بن النعمان نواحي برقة في طرابلس. المشاة في جناح والرماة في جناح، ورماة الرماح في المقدمة يعني في جنبي. كنت عارفة في هذا النهار بلي القوة ديال كسيلة حامياني، غادي نكونوا أنا وياه متحدين باش نقاوموا لتحقيق الحرية للشعب ديالنا. كانت عندنا معرفة تامة بكل جزء من هذه الأرض اللي ياما مشينا فوق منها أنا وياه. كسيلة تحدث لي كثير على المعارك التاريخية اللي شارك فيها، واللي خلقت لي الرغبة في الدم والانتصار من أجله ومن أجلنا. في الوقت اللي وصلنا أنا والجنود ديالي لقمة الوادي أمرتهم باش يتسلوا من بين المنحدرات والطرقان اللي فيها الشوك. الحراس ديال بن النعمان ما شافوا حتى حاجه، حيت كانت الشمس في عينيهم، وكانت المناسبه باش نغتنم الفرصه ونهاجم. كانت قدامي النظره ديال كسيله اللي كان حتى هو راكب بجنبي، كنشوفه هو كيدور السيف ديالو باش يقتل العدو. بجوج بينا كنا كنحسوا بنشوه الدم والنصر. ربما ما عطاش للامر ما يستحق من الاعداد ومن العده، رغم انه كان عنده جيش كبير، ولكن انهزم في وجه الكهنه. معسكر العدو عرف حاله من الذعر، وفي وسط المعركه استرجعت من جديد الحياه ديالي اللي ضاعت مني الوقت اللي مات فيه كسيله. ما كنتش كنحس بالسعاده فقط، كنت كنشعر باللي أنا قوية ما كنتقهرش، إنسانة متوحشة إلهة الحرب والموت ملطخة بالدم ديال أعدائي. في لحظة كلشي توقف، سمعت ضجيج ردني الواقع بسرعة، سمعت صوت ديال الانسحاب والتفت للوراء. من الناحية العملية غادي يلقى نفسه في موقف غادي يلزم عليه باش يتراجع للوراء، وبالضبط لمدينة برقة، ومن تما غادي يطلب الدعم والمساعدة. كانت الجيوش العربية هي اللي تقهرت. كنشوف بن النعمان راجع للوراء، من بعد كنشوف ساحة المعركة كانت مذبحة تمنيت في هذيك اللحظة نشوف كسيلة. الآن كنشعر بالوحدة، شعور رهيب بالفراغ والوحدة خلاني ننسى هذا النصر العابر. كان ملقي فوق أرض المعركة جثث جنود بن النعمان، وبإشارة مني طلبت من الجنود ديالي باش يحملوهم فوق الخيول ديالنا. تمكنت الكاهنة أنها تأخذ حوالي 80 رجل أسرى من جيوش ديال الحسن بن النعمان، وبعد تفكير ومعاملة حسنة كما كتقول المصادر لهذه الأسرى، طلقت السراح ديالهم باستثناء واحد. المصادر كتقول باستثناء مجموعة، لكن أبرزهم واحد، هذا اللي هو خالد العبسي. في الرجوع ديالي من بعد المعركة احتفلوا بيا حيت اعتبروني محاربة كبيرة راجعة وجايبة معايا الأسرى ديال العدو، ومع ذلك ما عمرني حسيت بالفراغ والوحدة في حال هذا النهار. لأنها كانت كتعمل حرب نظيفة، يعني ما هضروش عليها المؤرخين أنها كانت كتعمل جرائم حرب، كتشد الأسرى وكتذبحهم وكتقتلهم وكذا. العكس تماما، كيتكلموا على أنها كانت شخصية سمحة، يعني اللي منين كتنتصر كتعفو على الأسرى، كتطلقهم إلى غير ذلك. وأيضا كانت شخصية عندها جانب عاطفي في الروايات، لأن هناك رواية يعني عربية في التاريخ اللي كتكلم على أنها تبنت خالد بن يزيد اللي هو يعني عربي، هذا من الناس من الأعداء. بغيتوا تعرفوا بالضبط شنو وقع؟ حبيته، صحيح كان ممنوع عليا نحبه، ولكن كانت عنده نظرة بحال ديال كسيلة، العينين زرقين كيف ما وجدت فيه الشباب ونفس حماس كسيلة. كما كتصرح المصادر قالت له انه يعني انت جميل وانت وسيم وشجاع، فلذلك احتفظت بك لتكون اخا لولدي. مجرد نظرة في عين خالد جعلتني نحس بالضياع، داكشي اللي وقع ليا تماما مع كسيلة. واش ماشي من حق ملكة بحالي تعشق الأسير ديالها؟
واش يمكن الملكة بحال تعرض الشعب ديالها للخطر بسبب هذا الحب؟ كانوا كيقولوا باللي غادي يتقام حفل الرضاعة واللي باقي كيتسمى حتى اليوم تاغا. هاد الحفل كان ضروري لعملية التبني، وهكذا غادي يصبح خالد الابن ديال الكاهنة من الرضاعة. وتنسجت قصائص وحكايات كثيرة على هذه القضية ديال أرضعته، واش كان عاشق ديالها، واش كان هادشي. هذا تنعرفوا بأنه يعني فيه نظرة استعلائية من طرف الحكام المؤرخين اللي تابعين الحكم الأموي اللي هو يعني في ديك الفترة، وبالتالي فيه واحد النوع ديال النظرة استعلائية تجاه المرأة يعني بالنسبة لهم، بالنسبة للجيش الأموي ما تيتصورش كيفاش أن امرأة تتقود واحد الشعب كله وتنهزم يعني ديك الجيوش كلها يعني. وبالتالي ينبغي العمل على يعني نشر واحد في صفوفهم واحد نشر ديال جميع الأحكام اللي هي يمكن تنيل من القيمة ديال ديك المرأة. ومع ذلك بغيت نخليه ديما قريب مني، كنسترجع حياتي في الحضور ديالو. ما بقيتش محتاجه للحروب اللي كنت كنشعر فيها باللي انا على قيد الحياه. وحتى ملي كان سمح ليه مبارزه ديال السيوف معايا كنت كنحس مع هذا العربي ذكريات الحب اللي عشتها زمان مع كسيلة. كنت كنفكر نطلق سراحه مع الأسرى، ولكن كنت خايفه نضيعو ندم. يمكن لي نعيش إلا وأنا رابطة حياتي معه إلى الأبد. بنتي خنشلة كانت في السن اللي ما يسمحش ليا باش نجوجها ليه، إذا جعلت منه أخ الأبناء ديالي وواحد من ولادي باش ما نجعلوش في مرتبة ملكي، ولو أنه غادي يصبح الحليف ديالي بقوة التقاليد. الأحلاف اللي تتكون بين عائلات أو لا بين القبائل باش ما تكونش حروب بيناتهم وباش يتحالفوا في أي طارئ يمكن يهدد التماسك ديالهم والتواجد ديالهم، هو أنه تيتم من بين المسائل اللي تيتم منها هو هذا الرضاعة. أنا الآن ملك الشعب ديالي بالإضافة لرجل واحد. بالنسبة لهم روح كسيلة ديما حاضية الملكة ديالهم خطوة بخطوة. أنا محاربة أرملة، رضيت باش نقود المقاومة، ولهذا السبب تخليت على حياتي الخاصة وحياتي العاطفية. هنا كتختلف أيضا تفسير هذا إطلاق سراح الأسرى. هل هي بادرة إنسانية؟ هل هي يعني تصور مبكر عندنا لمسألة أسرى الحروب وكذا قبل ما تظهر هذه المعاهدات الدولية وكذا؟ أيضا من المؤرخين من يقول أن هو استباق، هو مسألة استباقية، أن الكاهنة باغية تضمن بهذا الفعل مستقبل لولادها، لأنك تعرف بأن العرب المسلمين غيرجعوا وهذا هو ما مضمون ما صرحت به القوم ديالها. تنبأت أنها غادي تموت في هذيك المعركة، وتنبأت أن ولادها غادي ما غيموتوش في المعركة، غيبقاو. فممكن نبداو أن الترتيب المصلحة ديال الأبناء بدا منذ إطلاق سراح الأسرى. العرب غادي يرجعوا مرة أخرى أكيد، أنا ديما عارفة غادي يرجعوا، ولكن خالد معايا، حتى واحد ما غياخدو مني، غادي يوقف بجنبي، غادي يساعدني، وأنا مستعدة باش نستقبله. لما سمعت بأن حسان بن النعمان جاي مرة ثانية، الكاهنة دارت واحد الإجراء اللي هو يسمى في المصادر أو في الدراسات الحديثة بسياسة الأرض المحروقة. سياسة الأراضي المحروقة هي سياسة حربية أو مخطط حربي، استراتيجية حربية نسبها المؤرخون العرب إلى الكاهنة. إذن هذه السياسة ما مبذلها؟ أن الكاهنة ظنت بأن الفاتحين العرب لما دخلوا إلى شمال إفريقيا أنهم جاءوا من أجل نهب ثرواتها النفيسة.
أنا العرافة، أنا فتيس دروس الجام تونس ديالكم الحالية. أنا كنراقب المجيء ديال الجنرال العربي، وحيت هادو ما كان عندهم إلا غرض واحد هو الثروات ديال بلادي، إذا غادي نعطي الأوامر باش نحول هاد المنطقة لصحراء، ما غادي نخليو فيها حتى شجرة، غادي نحرقوا في طريقنا كل شيء، الديور، المراعي، البساتين، النخيل وحتى الزيتون. Mais ce qu'il faudra retenir dans cette... اللي من لازم علينا نذكروه من هذه الخطة ديال الحرب هو التأثير ديال الإمبراطورية الرومانية، حيث عدم التفكير في عواقب الحرب هي في الأصل خطة رومانية. واللي كيزيد يأكد لنا هذا الأمر هو أن هذه البقعة من العالم كانت متشبعة بالثقافة الرومانية. سياسة الأرض المحروقة هي جلبت عليها نقمة كبيرة، أن تفرقوا الناس من حواليها، وكاين اللي مشى للأندلس، كاين اللي جا المغرب الأقصى، كاين اللي مشى للبرقة، يعني وقع عليها واحد التضعضع من الناس. خلوها علاش؟ لأن الناس حياتهم اليومية شنو هي الزراعة والفلاحة والرعي وتربية الماشية. ملي كتقطع الشجر الغابات وكتحرق الأراضي وكتهدم الحصون، شنو بقى؟ دونك يعني الرأسمال اللي كيخلي الناس يكونوا معاك قضيت عليه. حسان بن النعمان وهو في القاعدة ديالو كتب الخالد اللي كيعرف أنه مازال عند الكهنة، كتب له شي رسالة وصلته بطريقة من الطرق أنه كيسولوه على أحوال الكهنة، على أحوال القبائل اللي معها. فخالد عجل بأنه كتب له، قال له بادر بالحرب فإن الكاهنة في ضعف وأن أهلها متفرقون عنها وأنها. ما كانش عندي اختيارات كتيرة. بن النعمان مستعد باش يهجم، والحالات القوات ديالي كانت دون المستوى. كنت عارفة باللي خالد غدر بيا، ولكن واش غادي نلومو؟ واش كنت ساذجة أو لا كانت ثقتي بنفسي زايدة بلا حدود؟ ما عرفتش. أكيد غادي نأدي الثمن غالي، لكن ماشي على حساب ولادي. أغلبية الشعب ديالي تخلاو عليا، وما بقى معايا غير اللي كانوا كيبادلوني الوفاء. بن النعمان ما غاديش يرضى ينهزم 2 مرات، وأكيد خدا الوقت الكافي باش يحضر حاله، حيت استرجع الثقة في نفسه. انهزامه في المعركة كان سببه خطأ استراتيجي كبير، وأنا ما غاديش نعاود نفس الشيء، ولكن غادي نزوج بنتي خنشلة لخالد باش تكون تحت الحماية ديالو، وغادي نخليه يوعدني باش يدافع على ولادي اللي هما خوتو. أما أنا فما غاديش نستسلم. كنظن أن هادشي جعل في النهاية المعركة الثانية سهلة بشكل كبير على الجيش العربي باش ينتصر على كهنة، وبهذه الطريقة تعرضت للهزيمة. ولكن بن النعمان ما غاديش يرفض يكونوا ولادي تحت الحماية ديالو. خالد طمأني وحلف باللي حسان بن النعمان عنده كلمة شرف، وفاهم باللي ما غاديش نخضع عليه. هو كان الهدف ديالو هو ينشر الإسلام بين الأمازيغ فقط، وغادي يرسلهم يحاربوا في إسبانيا اللي فيها باغي يأسس مملكة جديدة. وقال لي ما تنسيش باللي انتي اللي كنتي السبب في الانهزام ديالو. أنا مرأة جعلته في موضع سخرية، بالنسبة لي ما غاديش يفكر يغفر. هادشي كنت عارفه، ولكن الرد كان قاسي اللي سمعته من خالد. أنا ضاع مني زوجي والشعب ديالي، ويمكن من بعد ولادي. هادشي فوق طاقتي. حسان بن النعمان لما استعد للحرب الثانية وجاء بالمدد اللي جاء من الخليفة، وبعد قضاء 3 سنوات من الإعداد وكذا، وصل في المساء وما بغاش يدخل معه في حرب في المساء، فقرر حسان أنه مع أصحابه أنه يؤجلون المعركة حتى صباح اليوم الموالي. وكانوا على واد، هو يشرب من العالية وهي تشرب من السافلة، وهم كيشوفوا بعضياتهم. فاضطر الجيوش حسان أنهم ينامون على سروج أفراسهم. Her role as the leader. ولكن دورها كقائدة والدور اللي قامت به كمحاربة As a warrior certainly made her جعلها تقوم أكيد بعدة تضحيات على حساب حياتها داخل الأسرة. life. But at the end, ولكن when she was في النهاية لما انهزمت وانتصروا عليها العرب، the kahina, كنلاحظوا أن كهينة كانت كتفكر بشكل كبير في أولادها لما طلبت منهم يغادروا ويمشيوا يعتنقوا دين الإسلام،
وهنا كيبرز إحساسها كأم وحنانها كوالدة وكيظهر بوضوح. Out. لما رأت مثلا شدة المعركة و انتصار أو الانتصار المقبل للعرب، طرح عليها بعض مرافقها أن تنسحب، فقالت كيف أنسحب والملوك لا ينسحبن من ساحة المعركة، وقتلت وهي في المعركة تحارب جيوش العرب. إذن طبعا احتزت رأسها وأرسلت إلى الشرق، وهناك من يقول أن طبعا تم قطع رأسها وتم رميها في بئر سمي حاليا ببئر الكاهنة. أنا داهية تدموت بنت ثابتة بن تيفان ملكة الأوراس، وقبل منها ملكة مع زوجي كسيل على إفريقيا كلها. فأنا غادي نلتحق به في عالم الموت، وأنا كنحارب في أرض المعركة. ولادي إفران وخوه إزديا غادي يمشيو يحاربوا في إسبانيا وغادي يرجعوا منتصرين ويحكموا حتى هما من بعد على مملكة الأوراس. خالد وخنشلة غادي يضيعوا في مسار التاريخ. بن النعمان غادي يصبح حاكم على إفريقيا حتى الوفاة ديال عبد الملك في سنة 705. كيقولوا بلي كان كيعامل الأمازيغ معاملة حسنة، كان معهم متسامح وسخي حيت كان معجب بهم. في 2003 غادي ينصبوا لي تمثال في مدينة باغي اللي تابعة لولاية خنشلة القريبة من قسطنطينة باش يكرموني في ذكر النصر ديالي. شحال من واحد خسر الحرب ومازال كيتذكر الاسم ديالو في التاريخ. صحيح ان الكاهنه خسرت الحرب ديالها ضد العرب، ولكن استطاعت تنقش الاسم ديالها وتسكن في الذاكره الشعبيه لدرجه اننا نقدروا نسميوها جون دارك شمال افريقيا ولا جون دارك الامازيغ، حيت صبحات اسطوره والهزيمه ديالها ما كانش عندها تاثير على المكانه الكبيره ديالها. من بير الكاهنه، البير اللي تيقولوا بلي حسن بن النعمان رمى فيه الراس ديالي. غادي تبقاو ديما تسمعوا هذا الصوت اللي كتسمعوه الان، وغادي تبقاو ديما تيقوا كلام الكاهنه ساحره، الكاهنه متعطشه للدم. ولكن اللي خاصكم تعرفوا هو انا ما يمكن تسيرني حتى حاجه من غير الحب، حب زوجي وبلادي وولادي، وهذا الشيء اللي غادي يكون. وإلا كنت اليوم مازال كنسكن في ذاكرتكم وفي الأساطير ديالكم، فهذا هو الدور ديال التاريخ. وأنا داهية، مش فقط عاشقة، أكيد أنا واحد العاشقة اللي كتسكن في الذاكرة ديالكم.